التجار اللي شغالين في المحاصيل الزراعية والزيوت والدقيق وخلافه ياريت يقللوا الكمية اللي هيشتغلوا فيها ويشتغلوا على وش السوق، لأن لو اشتريت كمية كبيرة انت كده بتضر نفسك وغيرك، لأنك بتخدم المستورد اللي ممكن يكسب في البضاعة أضعاف مضاعفة، وتلاقي إن السعر نزل وانت تشيل الليلة. الحكومة نفسها فتحت نار جهنم زي كل سنة على الشعب بقصد فتح السوق السوداء للدولار. نبهت على قطاع واسع من المستوردين وقالت لهم بالحرف الواحد اللي معاه دولار ياخد بضاعة من المينا. وده طبعا نفهم منه إن الحكومة نفسها عايزة تشغل السوق السوداء علشان تعوم الدولار في أول السنة. السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. هنستعرض في الفيديو أسعار القطن والذرة وأسعار الرز الشعير وأسعار الفول البلدي والرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، ومعنا أسعار الفاصوليا والكراوية والسمسم وأسعار اللب والفول السوداني، ومجموعة كبيرة من أسعار المحاصيل الزراعية والبقوليات والحبوب المعبأة. ناس كتيرة سألتنا عن أسعار البلقم، فسعر البلقم الأوكران الأبيض 45,000 جنيه للطن، والبلقم البلدي البضايع العالية 27,000 جنيه للطن، والبلقم البلدي البضايع الوسط 25,000 جنيه. أما عن أسعار الشعير النبوي البضايع العالية 13,500 جنيه، وفول الحمام 25,000 جنيه، وكسر الفول الخشن 23,000 جنيه. وسعر الفول البلدي التلاجات الإرداب 155 كيلو بيتراوح سعر الإرداب من 5,300 جنيه ل 5,500 جنيه، في ارتفاع في أسعار الفول نتيجة الطلب على التصدير. أما بالنسبة لأسعار الفول المجهز والمفروش سورتكس ومعبأ في شكاير 25 كيلو، سعر الفول البلدي الصحيح من 37,500 جنيه ل 38,500 جنيه، شكاير معبأة 25 كيلو كمبيوتر. وسعر الفول الصحيح الأسترالي من 31,000 جنيه ل 31,500 جنيه، شكاير معبأة 25 كيلو كمبيوتر. والفول الصحيح الإنجليزي من 29,000 جنيه ل 29,500 جنيه للطن، شكاير معبأة 25 كيلو. أما الفول الأسباني الصحيح الإرداب 155 كيلو 5,100 جنيه للإرداب. الفول المجروش الأسترالي 35,500 جنيه للطن، شكاير معبأة 25 كيلو. والفول المجروش الليتواني 27,500 جنيه ل 28,000 جنيه للطن، شكاير معبأة 25 كيلو. أما عن أسعار اللب فسعر لب الكوسة البضايع العالية من 185,000 جنيه ل 190,000 جنيه، والبضايع الوسط من 175,000 جنيه ل 180,000 جنيه. أما سعر اللب السوبر البضايع العالية من 130,000 ل 140,000، والبضايع الوسط من 110,000 جنيه ل 120,000 جنيه. أما اللب الخشابي 230,000 جنيه للطن، وسعر اللب العباد متوسط ما بين 35,000 ل 36,000 جنيه للبضايع العالية، والبضايع الوسط من 32,000 ل 33,000 جنيه. متوسط سعر طن الفاصوليا بيتراوح سعر الطن للبضايع العالية الخام من 61,000 جنيه ل 63,000 جنيه. أما البضايع المجهزة من 65,000 جنيه ل 66,000 جنيه. ومتوسط سعر طن الكراوية بيتراوح سعر الطن من 52,000 جنيه ل 53,000 جنيه. أما سعر السمسم ديل الجمل بيتراوح سعر الطن من الأراضي السمراء من 90,000 جنيه ل 93,000 جنيه، والأراضي الصحراوي بيتراوح سعر الطن من 93,000 ل 95,000 جنيه. وسعر السمسم الأبيض متوسط ما بين
79,000 ل80,000 جنيه للطن. سعر السمسم الشندويل 3 بيقل 2000 جنيه عن السمسم ديل الجمل، والسمسم الكشري بيقل 2000 جنيه عن السمسم الأبيض. بالنسبة لأسعار الفول السوداني الأرابانش، الإرداب ب75 كيلو متوسط سعر الإرداب ب2350 جنيه. أما الفول السوداني الأمريكي متوسط سعر الإرداب ب55 كيلو 2750 جنيه. بالنسبة لأسعار القطن جيزة 94 الإنتر 157 كيلو ونص. الأسعار اللي شغالة النهاردة أسعار اجتهادية بين التجار والمخزنين. متوسط سعر الإنتار من 10,400 جنيه ل10,600 جنيه. عن أسعار البرسيم، متوسط سعر إرداب البرسيم على وشه 180 كيلو مع وجود كيلو عيار أو متعقب 168 كيلو مع وجود كيلو عيار من 13,200 جنيه ل 13,400 جنيه للإرداب. أما عن أسعار الرز الشعير النهاردة، متوسط سعر طن الرز الشعير العريض والصال للمضرب من 16,400 جنيه ل 16,600 جنيه. والرز الشعير للأكل النهاردة العريض بيتباع ب17,000 جنيه. الرز الشعير عرضه قليل مع انتهاء موسم الحصاد، والأسبوع اللي جاي هيكون الحصاد انتهى من جميع الأراضي سواء للرز الشعير العريض أو الرز الشعير الرفيع. أما سعر الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب، بيتراوح سعر الطن من 14,700 جنيه ل 14,800 جنيه. أسعار التنفيذ على أرضه بتقل من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق وتكلفة النقل وهامش ربح التاجر. أما عن أسعار الرز الأبيض، فبيتراوح سعر طن الرز الأبيض العريض من أرض المضرب بضايع كسر من 8 ل 10%، شكارة كمبيوتر مخدومة كويس من 25,800 جنيه ل 26,000 جنيه للطن. وسعر الرز الأبيض العريض مخدوم كويس من المضرب زيت وبخار وسوروتكس شكارة كمبيوتر كسر 5% من 26,300 جنيه ل 26,500 جنيه. وسعر الرز الأبيض العريض كسر زيرو أو من 1 ل 3% كسر من 27,000 جنيه ل 27,200 جنيه. ودي بضايع القرى السياحية والفنادق والمطاعم الكبيرة. سعر الرز الأبيض الرفيع كسر من 8 ل 10% من 22,800 ل 23,000 جنيه، شكارة كمبيوتر مخدومة كويس. أما سعر الرز الأبيض الرفيع كسر 5%، شكارة كمبيوتر من 23,200 جنيه ل 23,400 جنيه. وسعر الرز الشعبي كسر من 20 ل 50% من 21,200 جنيه ل 22,400 جنيه للطن على حسب نسبة الكسر وجودة البضاعة. أما أسعار مخلفات الرز فالسرس المطحون من 1300 جنيه ل 1400 جنيه، وسعر الكونة من 10,200 جنيه ل 10,400 جنيه. كسر الرز الناعم من 12,600 جنيه ل 12,800 جنيه للطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.